مسابقة تتعرض الأستاذان محترمين الناس رجال نساء أخوة باغي كلاس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، نحمده حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له صفات الكمال والجلال والجمال، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الاسوة الحسنة كان خلقه القرآن، فاجتمع فيه خصال الكمال ما لا يحيط به حد ولا يحصره عد. أما بعد، أيها السادات الفضلاء، وإننا لفي غاية الفرح بأن أخاطبكم قبل أن نبدأ بالموضوع، هو المسابقة الداخلية في بعض المواد الدراسية. نحييكم بتحية الإسلام، تحية من القلب، هي تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد تحية طيبة، اعلموا أن الثناء على إحسان المسلم من عاجل بشرى المؤمن، وشكر الناس من شكر الله، والعرفان بالجميل يزيد المحسن إحسانا. لذلك نقدم بالشكر والتقدير الفائق لقسم التعليم والحلقات القرآنية على رأسه الشيخ الفاضل الحنون المقرئ عبد السلام حفظه الله ويرعاه. له خدمات خاصة في عصرنا وجهود بارزة مميزة في إصلاحنا وتربيتنا تربية سالمة، فنشكر له شكرا جزيلا وله من التقدير الفائق. وكما نشكر شكرا جزيلا الشيخ الفاضل الموجه التربوي والمشرف العام لمدارس قسم الحلقات والتعليم. وكما نشكر شكرا جزيلا الشيخ الفاضل الموجه التربوي والمشرف العام لمدارس قسم الحلقات والتعليم على بذل جهوده المتواصلة والإرشادات القيمة، سائلين الله تعالى لهم مزيد التوفيق والسداد. وكما نشكر لمدير مدرستنا أبي رشيد محمد إسلام حفظه الله على بذل جهوده المتواصلة في خدمات وتربية أبناء المسلمين. وكما نشكر لأساتذتنا الفضلاء شكرا فائقا على بذل جهودهم البارزة في تربيتنا وصلاحنا. مستمعي الكرام، علما بأن المسابقة في أمور الدين أمر محمود، وحثنا على ذلك الشرع المتين المطهر، فقال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، ومع ذلك فله أثر خاص في نفوس الطلاب. نسأل الله تعالى التوفيق للمتسابقين. لذلك قامت إدارة مدرسة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شدرة بالمسابقة في بعض المواد الدراسية، وهي كالتالية: الحفظ، الحديث، التوحيد، الفقه، النحو، الإنجليزي. إذا نفتح باب المسابقة من غير تأجيل بتلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يتلوها على مسامعنا الطالب فواد، فليتفضل مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الكتب يدرك من قرأها ملالا أو فطورا أو سآما، سوى هذا الكتاب فإن فيه بدائع لا تمل إلى القيامة. جزى الله أخانا الكريم على حسن تلاوته، وجزى الله المستمعين على حسن إصغائهم. بعد تلاوة طيبة أدعو الطالب حمزة ليقطف لنا زهرة من أزهار بستان نبينا صلى الله عليه وسلم، فليتفضل إلى النصرة ميمونا مباركا. الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرمائے رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي: زه کتورا سرار علی گله شویم دی لپاره چې دیو الله تعالی عبادت او بندګي وکړي شي او څوک ورسره په عبادت کې شریک نشي، او زماري جب زماري نزيد سوري لاندې ګرځول شوی دی، او ذلیله کېدل او کمزوري په هغه چا باندې ښودل شوې ده چې څوک زما مخالفت کوي او څوک چې کوم قوم سره ځان مشابه کوي، دا به د هغوی نه حسابېږي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة العلوم جميعها من قال لا فهو الغبي الأخرس. فدع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرف. ولا تك من قول تلهو بدينهم فتطع في أهل الحديث وتقدح. جزا الله الأخ الفاضل خير الجزاء على ما قدم لنا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن بالمسابقة من الصف التمهيدي، فأدعو الطالب عابد من مجموعة ألف والطالب عثمان من مجموعة باء بأن يأتي أمام لجنة تقديم الأسئلة ليستلم كل واحد منهما ظرف الأسئلة، فليتفضلا مشكورين. तारीफ की